هو ليه الكابتن محمود الخطيب مش عايز يرجع الكابتن سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكوره؟ ده بقى سؤال حال كل الاهلاويه. بجد يا كابتن محمود نفسنا نعرف انت مش عايز ترجع الراجل ده ليه مدير للكوره؟ كل الاهلاويه بتسالك نفس السؤال. يا كابتن محمود احنا بنقابلك في المولات وفي الاماكن العامه بنطالبك اللي انت ترجع الكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني الموضوع ده بقى مطلب جماهيري. احنا مش عارفين ليه انت مش عايز ترجعه لغايه دلوقتي. الراجل ده بصراحه كان ظابط اوضه اللبس. عمرنا ما سمعنا عن لعيب عايز يجدد بالمبلغ الفلاني، او سمعنا عن لاعب مش عايز يجدد اصلا، او سمعنا عن لاعب بيتشرط. بصراحه ربنا الكابتن سيد عبد الحفيظ كان مانع الكلام ده خالص. السؤال بقى اللي محيرنا حاليا يعني في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي وانا بكلمك، حضرتك سالت هل الكابتن سيد ينفع يسيب قناه ام بي سي؟ وفعلا جالك الرد ان قناه ام بي سي والمستشار تركي آل الشيخ مش ممانع للكابتن سيد عبد الحفيظ يسيب القناه، رغم ان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدي للقناه تقل كبير قوي قوي قوي، وظهوره في القناه منجح البرنامج بتاع ابراهيم فايق. وبعد ما سالت عليه وبعد ما عرفت اللي هم موافقين يسيبوه، فوجئنا ان الكابتن وليد صلاح الدين بقى مدير الكوره. بعد تعيين الكابتن وليد بقى السؤال بقى زاد في دماغنا اكتر، وبنسالك حاليا يا كابتن بعد اذنك عايزين رد مقنع، انت ليه مش عايز تعين الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير للكوره؟ طب لو انت تعرف اكتب لي في الكومنتات. سلام.